بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه كلمة أرجو أن لا أطيل فيها بمشيئة الله عز وجل، تتناسب مع قرب شهر رمضان، إذ ما هي إلا أيام قلائل ويدخل علينا هذا الشهر الكريم. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: قد أظلكم شهر كريم. وظاهر حديث أنس أنه كان يقول لهم هذا الكلام قبل دخول الشهر، فيذكرهم بفضل الشهر ويذكرهم بأعمال هذا الشهر الكريم المبارك. وإن المسلم في مثل هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان يستعد لدخول رمضان بشيئين أساسيين. أول هذين الأمرين أن ينوي ويعزم على الطاعة، ولذلك فإن الإمام أحمد قال لابنه عبد الله لما قال له ابنه عبد الله: أوصني، قال: يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. يقول ابن مفلح لما نقل كلام الإمام أحمد قال: فيا لها من وصية عظيمة من أب مشفق لابنه، حوت خير الدنيا والآخرة، أو نحو مما قالوا. فالإنسان ينوي الخير ويعزم عليه. وقد جاء في بعض الأخبار أن نية المؤمن أبلغ من عمله، ولذا فإن من ينوي أن يعمل عملا طيبا صالحا مبرورا ثم يمنعه من هذا العمل مرض أو عجز أو شغل أو نحو ذلك من الأمور، فإن الله عز وجل يثيبه على نيته ولو لم يعمل. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما يعمله صحيحا مقيما. ولذلك فإن من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة على الخصوص أنهم يؤجرون على نياتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بالحسنة فعملها كتبت له إلى 10 أضعاف، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة الضعيفة في أبدانها القصيرة في أعمارها، فإن عمر هذه الأمة قصير كما تعلمون مقارنة بالأمم السابقة. فإن نوحا عليه السلام قومه يدعوهم لتوحيد الله وإفراد العبادة 1000 سنة إلا 50 عاما، وقبلها كان له عمر، وبعدها كان له عمر بعد الطوفان. ولذلك قيل إن عمر نوح عليه السلام 1050 عاما إن صح ذلك. فالمقصود أن الإنسان ينوي الخير، فإن مجرد نية الخير والعزم عليه يؤجر عليها إن طرأ طارئ ومنع مانع من فعل ذلك الخير الذي نواه. ولكن هذه النية لا بد من معرفة الأمر الثاني: ما الذي ينوى؟ فليس كل أمر ينوى، وإنما ينوى الأمر المشروع دون ما عداه. ونحن مقبلون هذا الشهر الكريم، حري بطالب بالمسلم عموما أن يعلم ما الذي يشرع في هذا الشهر الكريم، لكي يتعلم الأحكام فيؤديها صحيحة، ولكي ينويها ويعزم بها إن قدر على ذلك، إلا فإن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. أول هذه الأعمال التي تفعل في شهر رمضان وكلنا يعرفه هو وجوب صيامه. وقد قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فدل ذلك على أن المرء يجب عليه أن يصوم شهر رمضان إن كان مكلفا قادرا على الصيام، وهذا واضح لا شك فيه. الأمر الثاني: إن من أكثر الأعمال التي تتأكد وتستحب في هذا الشهر الكريم هو قيام ليله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر بعض الشراح أن من قام رمضان غفر له بالسببين: بسبب قيامه الشهر كله، وبسبب قيامه ليلة القدر، لأن ليلة القدر هي إحدى ليالي هذا الشهر المبارك. ولذلك فإن المسلم حري به أن يحرص على قيام هذا الشهر المبارك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقومه، وقامه الصحابة بعده، وما زال المسلمون يقومونه فرادى وجماعات في صلاة التراويح. ولنعلم أن من فضل الله الواسع علينا أن الله يثيب قيام الليل
لشخص لم يصلي من الليل إلا الفرائض. فقد جاء في حديث عثمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد العشاء فكأنما قام نصف الليل، ومن شهد الفجر، وفي بعض طرق الحديث: ومن شهد العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله. وهذا يدلنا على أن المسلم يحرص على أن يصلي هاتين الصلاتين في جماعة، العشاء والفجر. فمن صلى العشاء والفجر مع الإمام فإن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يكتب له أجر قيام ليلة. فهذا أقل ما يمكن للمسلم أن يحرص عليه إن شغل عن غيرها من الصلوات كالتراويح وغيرها. العبادة الثانية التي يشرع فعلها في شهر رمضان وهو قراءة القرآن. وقد ذكر العلماء أنه يستحب قراءة القرآن في رمضان خاصة، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبرائيل عليه السلام فيدارسه القرآن حتى كانت السنة التي قبض فيها صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. أخذ العلماء والشراح من هذا الحديث أنه يستحب للمسلم أن يختم القرآن في رمضان مرة على الأقل، ولذا فاحرص على ألا ينقص هذا الشهر الكريم عن ختم القرآن مرة، فإن فضل الله عز وجل واسع وعظيم، ولا تحرم نفسك من هذا الفضل العظيم. الأمر الثالث مما يفعل في هذا الشهر الكريم وهو كثرة لزوم المساجد. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ذكر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقولون: إذا دخل شهر رمضان نلزم المساجد نحفظ صيامنا. وهذا يدل على أن كثرة لزوم المساجد فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، ولو لدقائق معدودة بعد الصلاة أو قبلها. والمرء ما زال في صلاة ما انتظر الصلاة، والمرء ما زال تسبح له الملائكة ما لم يحدث أو يتكلم، وهكذا من الأحاديث الكثيرة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. فكلما مكثت في المسجد ولو دقيقة فإن لك أجر، وخاصة في رمضان. وقد جاء أن عبد الله بن أنيس الجهني ذكر عن أبيه أنيس الجهني رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اجعل لي ليلة، إني إمام قومي في البادية، فاجعل لي ليلة آتي مسجدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي ليلة 23. قال ابنه عبد الله: فكان أبي إذا جاءت ليلة 23 ربط دابته عند باب مسجد رسول الله ولم يخرج إلا بعد طلوع الفجر. ولذلك يقولون إن أقل الكمال أن يعتكف المرء ليلة كاملة أو يوما كاملا، كما دل النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا في هذا الحديث. وأما أكمل الكمال فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يعتكف 10 أيام، وهذا من لزوم المساجد. الأمر الرابع مما يفعل في شهر رمضان قالوا هو كثرة والعناية ببذل الصدقات، سواء كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة أو نافلة. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، كان أجود من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. ومما يتعلق بالجود في رمضان ما يتعلق بالواجب وهي الزكاة. فقد جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال للمسلمين: أيها المسلمون، إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاتكم. قيل إن هذا الشهر الذي عناه عثمان هو شهر رمضان، وقيل المحرم، والعلم عند الله. فالمقصود أن إنفاق الصدقات عموما، ومنها الزكاة الواجبة لمن لم يخرجها في غير هذا الشهر، متأكدة في هذا الشهر الفاضل الكريم. ومن الصدقات الفاضلة إطعام الطعام. وقد جاء أن الصحابة كانوا يتبارون، يعني يتسابقون في إطعام الطعام في شهر رمضان. ولعل مستنده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر فيه صائما كان له مثل أجره. وفطر تحتمل الأكلة التي تكون في أول الليل، وتحتمل أن تكون أي أكل، والشراح بعضهم قال كذا وكذا، وفضل الله واسع، والإنسان يحسن ظنه بالله عز وجل، فإن الله عز وجل كريم. ومما يتعلق بهذا الشهر الكريم أن يعنى المرء بأمر مهم، وهو حفظ لسانه، فإن الصحابة كانوا يحفظون لسانهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأتين
كانتا قد تكلمتا لم يصوما، والحديث فيه ضعف، ولكن يذكره أهل العلم من باب التذكير والوعظ. ولذلك يحرص المسلم في نهار رمضان وليلة، فإن النهار والليل سواء، يحرص على أن يحفظ لسانه من السب فلا يسب أحدا، ومن الشتم فلا يشتم أحدا، ومن الغيبة فلا يغتاب أحدا، لا صغيرا ولا كبيرا، لا قريبا ولا بعيدا، وهكذا يحفظ لسانه. فإن حفظ اللسان من الأمور المهمة التي يعنى بها طالب العلم، فإن حفظ اللسان مهم. وكثير من الناس قد يأتيه ما يغضبه في الطريق فيسب ويشتم، أو يأتيه في بيته ما يغضبه فربما أقذع على ولده أو بنته، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله يعني أراد أن يحاجه. بعضهم يقول المقاتلة هنا بمعنى الحجاج، وبعضهم يقول المقاتلة بغير ذلك. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. فالإنسان يذكر له الصوم، وقوله إني صائم يقولون هذا مستحب إذا كان الصوم واجبا، فيقول إني صائم لأن الناس كلهم صائمون. وأما إذا كان مندوبا فبعضهم يقوله الصائم، وبعضهم يقوله في نفسه، وهذه مسألة أمرها يعني سهل، وعلمها عند الله عز وجل. ولذلك فإن المسلم في مثل هذه الأيام ينوي الخير ويتعلم أحكامه، فإذا تعلم نوى الخير وعزم عليه، فإن جاء له سفر أو عرض له عارض أو شغل أو مرض، فإن الله عز وجل من رحمته وكرمه يثيب العبد الصالح على ما نواه نية صادقة جازمة عازمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأسأله سبحانه أن يرضى عنا وعن والدينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. وأسأله سبحانه أن يفقهنا في الدين، وأسأله سبحانه أن يذكرنا من القرآن ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا. وأسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة، وأن يحفظ عليها أمنها وإيمانها، وأن يديم عليها رخاءها. وأسأله جل وعلا أن يوفق ويبارك ويحفظ ولاة أمورنا، ويسدد أمرهم ويسدد رأيهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.